يا أصحابي يا حلوين، إزيكم؟ النهاردة هحكي لكم عن آدم اللي مامته حامل وهيجيلهم بيبي صغير جديد في البيت. آدم كان فرحان ومتحمس، بس كمان كان شوية قلقان. كان بيفكر، هو البيبي ده هياخد لعبتي وهيحبوني زيه؟ مامته حضنته وقالت له: يا آدم يا حبيبي، إحنا بنحبك قوي، ولما البيبي يجي هنحبه كمان، بس إنت هتفضل أخوه الكبير الغالي. بابا كمان قال له: إنت هتكون البطل اللي هيساعدنا نرعى البيبي، إنت هتعلمه حاجات كتير. آدم ابتسم وقال: طيب، ممكن أجيب له لعبة من لعبي؟ مامته فرحت جدا وقالت له: يا حبيبي، ده أنت أخ كبير طيب وشاطر. وفي يوم البيبي جه، وآدم حضنه برفق وقال له: أنا أخوك الكبير وهحبك جدا وهحميك. الجد حكيم بيقول لكم يا أصحابي، لو ماما حامل وهتجيب بيبي، ما تخافوش، مفيش حد هيحبكم أقل. انتوا هتفضلوا أغلى ناس عند ماما وبابا، وكمان هتكونوا أبطال تساعدوا في رعاية أخوكم أو أختكم. وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.